رسميا بيتكوفيتش يعلن عن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم. بعد ترقب كبير من الجمهور الجزائري، أعلن أخيرا المدرب الوطني بيتكوفيتش عن القائمة المشاركة في كأس العالم، ووافقت إلى حد بعيد التوقعات المتداولة. في حراسة المرمى اعتمد بيتكوفيتش على 4 حراس يتقدمهم لوكا زيدان، بن بوط، رمضان وماتسيل. أما في خط الدفاع فقد اختار عبادة العيد بن سبعين ماندي، بلغالي، شرقي، وأيت نوري وحجان. أما في وسط الميدان فقد اختار أسماء شكلت العمود الفقري في السنتين الأخيرتين في المنتخب، فقد اختار بوداوي، عوار، شايبي، ومازا، تراوي، زروقي، إضافة إلى بن طالب. بينما في خط الهجوم فقد فضل الناخب الوطني المزج بين لاعبي الخبرة والجدد، فقد اختار جميس وبن بوعلي، إضافة إلى عمورة ومحرز مع بولبينا وحاج موسى. هي إذن قائمة تجمع بين لاعبي الخبرة والطموح، وتعكس نظرة بيتكوفيتش في الذهاب بعيدا في المحفل الدولي. وبالتالي سترون أن هذه القائمة في تطلعات الجمهور الجزائري، أم أن هناك أسماء كانت تستحق التواجد في القائمة.